بدات انزل نتائج والدنيا كانت حلوه، وبدات الوظيفه بالنسبه لي ما تكونش حاجه اعتماديه ولا اساسيه، بس في نفس الوقت انا خايف الوظيفه اللي كانت حلم 28 الفيت اللي هتجيبها هتسقطها ايه، مش خلاص استغنيت عن حلمك؟ لا. المهم جيت آه آه بدات اجدول الموضوع، اعمل ورقه وقلم فيها جداول فيها اسامي الناس اللي مشتركه وبتاع، واعدد المشتركين وكذا وبتاع. طبعا السوشيال ميديا برضه ما كانش في حاجه اسمها سوشيال ميديا وقتها ولا بتاع، كان هو ابلكيشن فيسبوك بس. الانستجرام ده لما طلع مثلا في 2017 ولا حاجه، الناس كانت موهومه بيه وازاي وصور وحكايات وبتاع. المهم بدات اشتغل على القصه دي كويس قوي، واجمع عدد مشتركين اكبر، وعامل الناس كويس، واجدول الموضوع، واحاول ارد على استفسارات، واحصل فلوس في مواعيدها. ما كانش في سيستم ولا اي حاجه، كانت الدنيا ماشيه كده على الله خالص يعني. في 2000 جمعت فلوس كويسه، وانا اصلا كان شغلي كويس، وانا ما استغنيتش عن الفتره دي كلها من 2011 10 11 12 13 14 15 16 17. كل دول لسه شغال الثلاث شغلانات، والتصوير والمحتوى بقى عباره عن شغل مش محتوى. بقيت اصور، انزل، اعمل، اجيب. حلو الكلام. وقتها برضو خدت خطوات كبيره جدا ومهمه جدا. بدات اتشهر اكتر، وده معناه انتشار اكتر، ناس تعرفك اكتر، فيكون في عدد مشتركين اكتر. بدانا نعمل ايفنتات، خلاص كده. بدات اطلع في التلفزيون، بدا يكون لها لقاءات صحفيه. الناس مهتمه تعرف مين كابتن اسلام. فكره جيم السطح كانت فكره صايعه جدا وحلوه جدا، وكانت الدنيا فيها لذيذه قوي. خلاص كده. المهم 2017 بدات اخد اول خطوه على ارض الواقع في الشغل، وافكر انا هكمل كده في الثلاث حاجات دولت وساحل نفسي، ولا هبدا استغنى عن حاجه عشان خاطر اطلع المجهود اللي عندي كله في حاجه زي كده. وقتها انا صعب استغنى عن الوظيفه، ما زالت الوظيفه برضه حلم، وما زال حلم لكل الناس او الناس كتيره جدا، فليه اخسرها؟ ممكن ساعتها بقى اخد اجازه. حاولت اخد اجازه، فاخدت اجازه نص وقت، ما بقتش اروح الشغل غير ايه، يومين في اسبوع وثلاثه في اسبوع تاني. وبدات اضخ الوقت ايه، في شغلي اكتر. حلو الكلام. بعد كده بقى بص يا معلم، تحويشه من انا متجوز 2010. التحويشه بقى بتاعت الوظيفه، والتحويشه اللي حوشتها من شغلي في الالكترونيات، والتحويشه اللي حوشتها من التدريب الاونلاين. كنت شاري ارض، رحت اشتريت ارض زراعيه. انا طبعا كل الكلام ده الحمد لله ربنا رزقني بولد، بياسين، وبعد كده هنا، وبعد كده يعني لا، كان ياسين وجات هنا. في هنا الله يرحمها توفت، وجات هنا تانية. فطبعا كل الكلام ده انت بتصرف، انا يعني انا بدبر برضو بيتي وحالي وبتاع، وبامن وبحوش وبعمل جمعيات، وبدخل في جمعيات، وبجيب حاجات اقساط وبسد وبتاع. اللي هو انا كنت ماشي على قدي، وما بحاولش ازنق نفسي في حاجه. انا من الناس دي، ولا خدت قرض ولا بستلف ولا حاجه يا باشا. انا اللي معايا على قد اللي معايا بمشي عليه. نفسي في تليفون يبقى معايا فلوس اشتريه، لكن ما اروحش اجيب قرض ولا اروح اجيب حاجه انا مش عارف، انا عارف اني مش هعرف اسدها. غلط 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 مبدأ. اوعى تدخله بيتك يا باشا. معاك حق اللي هتقعد عليها دي اشتريها، ما معكش حقها اوعى تروح تجيب قرض او تزنق نفسك وتجيبها خالص. ماشي؟ خالص اوعى تعملها خالص. مهم ليه؟ لانك انت احلى حاجه في الدنيا انك تنام وبالك مرتاح، ولا عليك حاجه لحد، ولا حد يجي لك البيت، ولا يبقى مزنوق لاخر الشهر انك تدفع حاجه معينه غير التزاماتك الطبيعيه اللي انت متعود عليها ومسيستم حالك عليها. كنت بعمل جمعيات عشان احوش حق الولاده، كنت بعمل جمعيات عشان مش عارف ايه، كنت بعمل، انا كنت راجل بصراحه بيتي ثم بيتي ثم بيتي واصله معاك كده، يعني رقم واحد. ما كنتش على مزاجي بقى، وان انا كنت رايح مش عارف ايه واقعد. لا انا كنت في حاجات، بس لا، بيتي رقم واحد، والاولويات اللي تيجي بعده سهله. مهم 2017 بقى خدت قرار من القرارات المرعبه على واحد زيي في الوقت ده، لان انا كنت محدود الدخل وحاجات يعني بدات احوش لمده 8 ولا 10 سنين عشان خاطر اشتري حته ارض. فقررت افتح جيم. افتح جيم؟ ده ايه يا جدع؟ ازاي جيم ده؟ يعني فلوس كتيره جدا، هتجيب الفلوس دي منين؟ كان ليا شريك صاحبي كده، انا وكنت بمرنه برايفت، كابتن صابر حبيبي.
ايه رايك نفتح صاله كاراتيه؟ قلت له طب ايه رايك نفتح جيم وصاله كاراتيه؟ قال لي ماشي ماشي. ها، هو ما كانش معاه فلوس قوي وانا ما كنتش معايا فلوس قوي غير اللي معانا. احنا فاتحين من غير ما نعمل بربع جنيه دراسه جدوى. احنا كده على وحياة ربنا، امنتوا بالله، هو ده اللي حصل بالظبط. المهم خلصنا، خدنا القرار، شفنا المكان كان صغير 180 متر، بس بالنسبه لنا كان كبير. ايه ده؟ هنفرش اجهزه هنا ازاي يا جدع؟ ازاي؟ المهم ايه، قعدنا رستقنا هندفع كذا، انا معايا كذا، احنا كنا محددين المبالغ اللي معانا، مش قلنا هندفع وخلاص. يعني مثلا كان معايا الارض دي كانت هتعمل لها حاجه و40000 جنيه، حاجه و50000 جنيه وقتها، واصله معاك كده. وهو نفس الكلام هيحط نفس المبلغ وتعشت. والله بقى فتحنا اجهزه ناقصه، فتحنا اجهزه مش ناقصه، خلاص ده اللي معانا هنعمل ايه؟ المهم انا عايز اقول لك ان الفتحه دي لوحدها كانت حوار. خدنا المكان وكنا بنشتغل انا وهو، ونشتغل اسمنت وننزل، وده عشان ما كناش فعلا كنا بنحاول نوفر اي عماله موجوده او اي حاجه. المهم ملخص الحكايه والتعب ونوم الشوارع، نمنا في الشوارع بدل يوم 3 و4 قدام مصانع الاجهزه ولف وحوارات وحكايات وسحله ونزل وشيل، ورجلي كانت مكسوره وكنت بنزل رمل، وكنا نبات في المكان واحنا الصنايعيه ما كانوش تاخروا علينا، حوارات كتيره قوي 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 يعني. فده ملخص عنها كده، ان اقسم لك بالله فاتحين المكان بتاعنا واحنا ما معناش حق القفل اللي هنقفل بيه الجراج. هي دي بس، لا، فاتحين مكاننا والفراشه اللي احنا كلمنا الراجل فيها عشان يجي ويفرش الفراشه للناس المعازيم ما كانش معانا فلوسها، مش عارف الناس دفعها منين. العصير اللي جبناه للناس جبناه بعد ما قعدوا حسينا ان في حاجه غلط. الاشتراكات بدات تيجي، جبنا عصير. الاشتراكات بدات تيجي، فلوس الحمد لله، فلوس الواد بتاع الفراشه. الاشتراكات بدات تيجي، القفل، هنقفل بقى خلاص. احنا فاتحين بنكح تراب. انا راجل متجوز وعندي بيت ومسؤولياتي وحياتي، بكح تراب. مفيش عندي، اقسم لك بالله، اقسم بالله ما كان في بيتي جنيه واحد. انا بكلمك بكل امانه. احنا قاعدين في قعده في مجلس عربي اهو، مجلس ورايا اهو، قاعدين في قعده بالعباية السوداني، مش هخبي عليك. المهم جيت فتحنا، كنا بنقول كابتنة، يعني احنا لو كسبنا 4000 جنيه في الشهر ولا 5000 جنيه، كل واحد 2000 ونص و2000 ونص وبتاع، بعد ما نطلع الايجار وبتاع كده رزقت، احنا مش محتاجين حاجه تانية خلاص. واحنا كان طموحنا كده، طموحنا، واحنا ما نعرفش ولا رحنا سالنا حد عن جيم، ولا سالنا واحد فتح جيم قبل كده، ولا نعرف بيكسب كام بيخسر كام، ايه اي حاجه خالص. وحاطين كل اللي معانا معتمدين على ربنا، بس عملنا كل اللي علينا. متنا في المكان، متنا على الصناعيه، متنا على الاجهزه، متنا على التشطيب، متنا على كل حاجه. كنا بنعمل 3/4 الحاجه بايدينا عادي جدا، ومحدش قال اصل انت اشمعنى وانا انت ليه بتعمل وانا ما بعملش وبتاع، ولا اي حاجه. كل واحد طلع اللي عنده بقدر المستطاع لغايه ما مات على مكانه ونجح. في اول يوم عاملين تريبل الكلام، تريبل السعر اللي احنا كنا حاطينه في دماغنا اول بادجت. جالنا كميه اشتراكات مرعبه. احنا عملنا افتتاح ما عملناهوش في الفروع بتاعتنا اللي بعد كده، يعني ما شفتوش في فروع تانية حتى الجيمات كبيرة. ادمن جيم مصر وكباتن وناس بعت ورد وناس واحنا انا كنت مشهور وقتها على جيم مصر وبتاع، وجيم مصر كان مشهوره جدا، كنا بنعمل ايفنتات بالملايين يعني، فاهمني؟ يعني ايفنتات بال 2 مليون، حفله 2 مليون 3 مليون. احنا كنا جيم مصر 2018 دي كان 7 مليون، كان رقم مرعب. فكان جاي لنا فانز وناس وبتاع واشتراكات وجيم جامد، وكنا فاتشين فتشه حلوه بصراحه في الوقت ده، وكانت الدنيا حلوه، وجالنا اشتراكات مرعبه وعملنا فلوس لدرجه ان انا حضنت الواد صبري ده حضن في اخر اليوم، لا انا ولا هو هينساه. حضن النجاح، حضن مكافاه ربنا. احنا كنا بنقف الساعه 12 وواحده، فاتحين من الساعه كام؟ فاتحين من الساعه تقريبا بعد الظهر يوم الجمعه، بعد صلاه الجمعه الساعة 12 بالليل عايزين نقفل ميتين، ما نمناش بقالنا يومين، والاشتراكات الناس لسه بتيجي مش قادرين. والله العظيم كرم ربنا،
كرم ربنا ده. انت نويت وسعيت وعملت اللي عليك وخدت ريسك وعملت مخاطره كنت ممكن تخسر فيها كل حاجه، ربنا مش هيسيبك. اعمل اللي عليك بس موت عليه صح. اعمله مظبوط، ما تيأسش، ما تتكسرش، ما هيحصل دربات والدنيا هتقع. احنا كنا خلاص، ما الاجهزه اتاخرت علينا كتير والايجار مش عارف ايه وحصل بتاع ما قسناش ما موتناش. انت جرب مش هتخسر حاجه. مهم، عملنا افتتاح كسر الدنيا، لمينا فلوس، الفلوس حلوه، كنا مبهورين، اشتغلنا. والله العظيم ما كنا مرتبين تيم غير 2 بس كباتن معانا وواحده بنت، ولا كان معانا حد في الريسبشن بتاع البنك. كنا مش يعرف يعني ايه ريسبشن، بنت هتقعد. كنا قلنا للبنت الكابتن اللي هتيجي اللي تمسك كل حاجه. في اليوم ده جات لنا حد قالت لنا يعني انا اشتغل، مسكت المكان، اللهم بارك، يعني هي حد امين وحد مننا جدا، فمسكت المكان ولغايه دلوقتي ماسكه. ده اول فرع يعني. اشتغلنا، عدينا فلوس جامد، ربنا كرمنا ياما جامد قوي 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 بالقوي. بدات هنا افكر بقى انا لازم استغنى عن حاجه من الاثنين، يا الوظيفه يا المحل. انا بقيت بقى عندي شغل تالت غير شغلي برضو الاونلاين، وغير ايه ركز معايا، وغير التصوير. ما انا واخد التصوير شغل ليه؟ لانك انت بقيت ملتزم انك تنزل محتوى. المهم، قلت هسيب المحل خلاص قولا واحدا. طبعا عزيز على قلبي قوي ان انا اعمل كده، لان المحل ده كان هو اول قرش خدته. كنت عندي 13 سنه وفاتح محل، كنت عيل صغير كده، فاهم قصدي ايه، قبل ما اتجوز ولا اي حاجه في الدنيا خالص. المهم، خدت قرار، صفيت المحل، قفلت المحل ما عادش موجود خلاص، ما بقاش غير وظيفه وايه والشغل، وكنت واخد منه نص وقت. بدات اطور من نفسي على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا تعني الانتشار. ما عندكش سوشيال ميديا، انت حلو وبتقدم حاجه حلوه بس ما فيش حد يعرفك، يبقى انت ميت. انت عندك سوشيال ميديا وبتقدم حاجه كويسه والناس بتعرفك، كل يوم جمهورك بيزيد وانتشارك بيزيد وبتحط محتوى معين. لو رجعت ل 2017 هتلاقي اسلام محمد منزل محتوى من 2016 و15 و14 وناس وبتاع والكلام ده كله، ولسه المحتوى ده لغايه دلوقتي بيتشاف. فده معناه انك طول ما انت بتقدم محتوى سايبه بينزل، هو كده كده ايه، هو بيوصل للناس والناس بيجي لك شغل من خلاله وما الى ذلك. بدات بقى ادور على الجانب العلمي او الموضوع اكتر. انا راجل كنت خريج صنايع، طموحي اكبر بكتير من اللي موجود على الارض دلوقتي، بس لازم تواكبها وتاخدها ستيب باي ستيب. ليه يا معلم؟ علشان الفهلوه ما بتنفعش، لازم تكون مقتنع ان الفهلوه عمرها قصير قوي، فلازم تكون بتواكب الموضوع صح. مش سهل او مش صعب خالص انك انت يعني، مش غلط انك اتولدت لقيت نفسك اختياراتك كانت غلط في الاول واتغبيت ياما وعملت حاجات كده، بس لما تيجي خلاص ربنا يكرمك ويديك، ادي للنجاح حقه، سواء في المستوى التعليمي او الفكري او الادوات او ما الى ذلك، عشان خاطر ما تلاقيش عقبه في وقت من الاوقات بتوقفك وتخليك محدود. وصلك كده؟ في الوقت ده لو رجعنا بس شويه حاجات نسيت احكيها، في 2014 قدمت في كليه زراعه تعليم مفتوح علشان خاطر ايه؟ اكمل تعليمي. ما انا كنت وقتها برضو ايه، عايز اطور من نفسي، وانا كنت كويس وشغال اونلاين وبتاع والكلام ده كله. بدات بس ما كانش معايا فلوس اكمل، دخلت سنه اولى وسنه ثانيه وما قدرتش اكمل فقفلت. يعني اللي هو ما قدرتش يعني مش مجهود، فلوس يعني، كانت فلوس كتيره عليا في الوقت ده جدا، فما كنتش قادر اكمل.